يعني جايلي مشكلة من ست، بتقولي الحقيني انا في مصيبة. فبقول لها خير، بس ايه دي، ايه اللي حصل؟ قالت لي جوزي عايز يطبل لي وانا ارقص له. فضحكت قلت لها طيب ايه المشكلة ما يطبل لك وانت ترقصي له؟ قالت لي حتى انت كمان بتقولي لي كده، انا دكتورة الجامعة على اخر الزمن جوزي يطبل لي وانا ارقص؟ انتوا ازاي يا جماعة شايفين ان الموضوع عادي؟ قلت لها طب احكي لي ايه اللي حصل. قالت لي مشكلتي مع جوزي انه بيحب الستات البلدي، دايما يلفت نظره الست ام عبايه، الست اللي ماشيه لابسه لبس معين، العبايه ورافعه الطرحه لفوق وحاطه كحل، حاجات غريبه بتلفت نظره. ودايما يقول لي هو انت فاكره نفسك ست؟ انا الكلمه دي بتجنني، مع ان كل الناس بتقول اني ما شاء الله عليا ست جميله ومثقفه ومحترمه وكمان دكتوره في الجامعه. على اخر الزمن هو يطبل هو نرقص؟ على اخر الزمن اسيب باللبس الشيك اللي بلبسه وبروح ادرس بيه هو البس عبايه وطرحه؟ انا ما بعيبش على اللي بيلبسوا عبايه وطرحه، بس ده مش ستايلي ولا عمره كان ستايلي. جوزي بيطلب مني حاجات فوق طاقتي، جوزي طول الوقت مجنون في كل شيء، عايز طول الوقت يخرج عن المألوف، طول الوقت شايف اني ست روتينية، ست ما بغيرش من نفسي ولا بحاول اكون زي ما هو عايز، شايف ان اي حد متجوز ست بلدي هو احسن منه بكتير. في مرة خرجنا انا واصحابه مع بعض، وكان كل واحد صاحبه جايب مراته معاه، وعنده واحد صاحبه بجد له ستاندر، طريقته غريبة، همجي جدا، صوته عالي. انا واحدة من الناس بشمئز منه جدا، ببقى مش عارفة ازاي صاحبه وازاي وصل للمستوى ده. وطبعا اكيد انتوا متخيلين مراته اللي متجوزها هتكون عامله ازاي، ست غريبه ما تقلش عنه، طريقه كلامها كلها فجاجه، حتى لما تيجي تديك حاجه او تاكل بتاكل بطريقه اجريسيف جدا، طريقه غريبه، بتاكل بكلكعة هنا وكلكعة هنا، وايديها ما بتبقاش نظيفة، سلوكها غيري خالص. كنت رافضة ان انا اشوفها بالطريقة دي، كنت رافضة اصلا ان انا ممكن اخرج مع الناس دي تاني. ولما رجعنا لقيته موهوم بيها، وقد ايه ست طبيعية، وقد ايه جميلة ومريحة، وقد ايه ست بسيطة والقعدة معاها تفتح النفس، وبيحسد جوزها عليها، وشايف قد ايه ان هو صاحبه ده اللي انا شايفاه لوكال شايفه احسن بكتير قوي منه، وانه يا عيني كان يتمنى واحدة زي دي. وكمان بيقول لي هو انت ليه ما تبقيش كده؟ قلت له انا ابقى كده ليه؟ هو انت ما تعرفش انا مين؟ انت عارف كويس انا مين وبنت مين، انا بابي فلان ومامي فلانة، وكمان انا عندي عمامي كلهم في السلك الدبلوماسي، احنا من عيلة محترمة جدا جدا ومفيش اي حاجة تنقصنا، ويوم ما وافقنا بيك وافقنا بيك عشان انت مهندس محترم، اخرة المتمة عايز تطبل وانا ارقص لك؟ ويا ريتها بتخلص على كده. ده بيطلب مني حاجات غريبة حتى في علاقتي الخاصة بيه، طلباته دايما فجأة، طلباته دايما مستفزة، وانا ما اعملش كده. انا عارفة ان اي حد هيقولي مفيش حرام بين الراجل ومراته طالما ما بيطلبش منك حاجة حرام، وطالما ما بيطلبش منك حاجة ربنا حرمها، لكن انا ما اقدرش اعمل حاجات هو عايزها، ما اقدرش اكل بالطريقة اللي بياكل بيها، ما اقدرش اكل اكل هو بياكله. ده متعته لما نخرج انه يروح ياكل في مصمت وياكل الاكل الغريب ده، فش على كرش على ممبار، حاجات انا ما بقدرش اشوفها مش اشم ريحتها، وهو شايفني طول الوقت اني عكسه، طول الوقت منتقدني، طول الوقت شايفني انا زهقت منك ومن حياتك الروتينية، طول الوقت محسسني